خوان الفينا احسن لعيب في الماتش، بعديه يجي عدي الدباغ اللي كان بيحاول. ايه هذه المهاره دي؟ ايه هذه الحلاوه دي؟ وانا اول واحد جيت قلت لكم هيرقص لكن مش هيعرف يجيب جون، وده انا ما لومش عليه، ما هو لو بيرقص وبيعرض وبيجيب جون يلعب في برشلونه. بس في حاجه مستفزه، كابتن محمد شحاته. عارف يا شحاته انت الفرق ما بينك وبين امام عاشور ايه؟ انتوا الاثنين نفس الامكانيات، بس امام عاشور سوبر ستار وانت لا. عشان امام عاشور عنده 10 ماتشات ورا بعض، 15 ماتش ورا بعض. انت ماتش سيراميكا جامد جدا، ماتش النهارده صفر. يا شحاته انت شايف بنتاج مش قادر، وادم كايد مش فايق، واللي نزل مكانه عبد الحميد المعالي مش مكانه. هلعب على الناحيه دي، هلعب على الناحيه دي. الواد البرازيلي نطق بكل لغات العالم، باصي وباس كل لغات العالم. ما بتبصلوش، بتبص له لقيته فاضي بتلف في وشك وتلعبها. افتحوا وشوفوا الماتش يا جماعه. شحاته ما بيبصيش للواد البرازيلي اخوانا الفينا وهو بيبقى فاضي. شحاته ذهنيا مش فايق، وبنتاج عيني بيشحر، مش عيني هلوم عليه، بيشحر مش عيني، وانا عمال اديله. يا بتلعب ناحيه الواد المهاري. الزمالك طول الماتش لا خطوره ولا اي حاجه الا لما بتيجي للواد البرازيلي ده، تك تك، واد حريف، واد عمل كورتين عرضيه، واللي شاطها هي مش بينالتي بس كانت كوره خطره، العب ناحيته. هنا لوم على يانيك فيريرا، ابتديت في التشكيل غلط، غيرت متاخر، اعيد لي بقى على الدكه كده، بيشرب ميه واحد زي ريفيرو. يا ابني هتقف على الخط، انا لو مدرب واقف على الخط دلوقتي هلاقي عندي لعيب مهاري اقول لك جمع اللعب كله هنا، اقفل لي الحته اللي هناك دي ما تلعبليش عليها. لا انا هقعد العب ناحيه بنتاج ومعالي وكايد، الناس اللي مش فايقه اصلا.